احنا أرخناها، احنا نؤرخ بالحوادث ما شاء الله. سنة الزوليات، سنة فرسان، مثل سنة السبلة وسنة ايوه نفس الشيء. وهذه سنة الصحراء المرة هذه. والله الشيخ هذا من اليوم عليه تعليقات في الثمانينات. اي حقيقة هذا فاكهة الرحدام، هذا نجيبه بفلوس. ما يقط، هذا ما يقط. هذا ما يقط. اي نبغاه بالقوة ويلا يجي. خلاص. فلازم المايك يكون على طول مع الرجال ما. بعدين يا شيخ احنا ما بدنا نتعدى الشيخ. انت شاهد ترى الليلة ماني قط. سمعت؟ ترى متعشي ولا؟ يعني لا تقولوا له قط. لا تقولوا لي. زين هذه مرفوع. بس المشكلة ما هي بكذا، المشكلة عشان التصوير بعد ما ينتهي التصوير يمكن يقلبون عليك العيال. لا اطلب منك الشريط جيبه لي. معي اثبات لو اشكيهم في المحكمة. وشو اللي يطلبون؟ والله هذا هو الحين مسكت وما ترى ما هي بس الطلعة ذي. خلاص كل طلعاتنا الجاية ما بدون قطة. ما انا ما حاجة هذا يحلى الجو، ودك كل يوم طالع بدون قطة ودك كل يوم. صرت انا اللي جايب اللحم اليوم. عط الشيخ انا ناخذ معه. الله يمسيكم بالخير والله يحييك يا ابو عزيز دوت.com. الله يبارك. الساعة مباركة منكم واليكم. منكم واليكم. والله ما عندي من مشاركة، يعني الشباب ما شاء الله عليهم، ابو زيد اتحفنا بالشعر، وابو عبد الرحمن علق على رحلة فرسان وسنة الزوليات، ولا عاد عندي والله شيء نظيفة. لكن ممكن ان شاء الله نتحدث عن المستقبل. لك مواقف، انت جاي من جدة ها؟ والله انا في الرياض اصلا، لكني عملت في جدة 3 سنوات وعودت على الرياض. اكيد لك مواقف في جدة، وشلون كان وضعك في جدة هناك؟ والله وضعي الحمد لله وضعي جيد. عسكري طبعا؟ لا والله انا مهندس في شركة بترول رابع وكنت. ما شاء الله. انا احسب منكم عسكر جنود اكثر. لا والله انا متعودين على المجتمع كله اكثر من جنود. اسلم. عسكري لهم بالعكس والله انت شرف والله، بالعكس احنا نفرح لما نشوف شبابنا مهندس دكتور، والله نستانس اصلا. يعني هذا من الشيء اللي يرفع الراس. الحين بودك الحين الشباب الله يجزاهم خير اكثرهم لا اخذ ثانويه قال يا ابوي سجلني جندي، رغم انه ما فيها شيء، لكن احنا نبيك في مستوى اكثر، تدرس جامعه يكون طموح شوي هادف. فكيف الشعور؟ اكيد انك جلست هناك متغرب. والله انا من الناس اللي يعني ما ارتاح في جده، انا رجال صحراوي. عرفت ولا لا؟ والبحر ما دانيه يعني مثل الضب يعني ما يحتاج. ولكن جاتنا فرصة وظيفية الحمد لله، فيها نقلة نوعية يعني من ناحية، لا من ناحية مهنية ولا من ناحية مادية ولا الحمد لله الشكر. فرحت لجدة واشتغلت الحمد لله 3 سنوات تقريبا هناك، ولما حصلت فرصة في الرياض عودت للرياض والله الحمد. لكن فرق الحياة الاجتماعية في جدة، تعرف الناس في جدة تختلف عن الرياض، يعني أصولهم بادية وكذا وطباعهم تختلف عن طباع أهل جدة، فرق كبير جدا يعني. فاللي ينقل هناك يغير البيئة يحس بفرق يعني شاسع جدا. يعني هناك بتكون منغلق بين أهلك وعيالك وكذا، يعني الحياة تفرق عن الرياض فرق كبير. الله أكبر. يعني الواحد تعرف مرحلة تكوين العلاقات والصداقات عادة تكون في الثانوية والجامعة، وهذا اللي حصل معنا، يعني كلنا الحمد لله على العلاقة من الثانوية والجامعة تقريبا. أسأل الله كما جمع الأجساد يجمع القلوب. آمين يا كريم يا رب العالمين. فكانت تجربة جيدة، يعني غيرنا فيها البيئة وكسبنا فيها علاقات في جدة. لك مواقف يعني حزت في نفسك في جدة، في أشياء مثلا موقف شفته في جدة مثلا يعني أتعبك أو كذا؟ والله ما من يعني أنا الحقيقة ما كنت من النوع اللي أطلع كثير وكذا، بحيث أن يكون لي مواقف يعني اللي أقدر أقولها. الفرق بين الرياض وجدة مثلا اللي هو فرق الانفتاح، هناك انفتاحيين أكثر. وأنت من النوع ترى الانفتاح ولا ما ترى؟ والله يا أخي لا والله احنا يعني عشنا في بيئة محافظة ولله الحمد. يمكن ما هو بظاهرنا الصلاح، لكن إن شاء الله أنه يعني الله سبحانه وتعالى الله يصلح يعني. آمين يا رب. الله يحفظ عوراتنا. آمين يا رب. كما أن اليوم أعداء الإسلام يعني يحاولون اليوم أنهم يصلحون انفتاحية في المجتمع، لكن الحمد لله عندنا قبائل متماسكة، وبالعكس هذا من شيء يرفع الراس لما نشوف القبائل والناس الموجودة والمجتمع كله ما شاء الله تبارك الله. حتى النساء، أكثر النساء الموجودات اليوم كلها تأبى الانفتاحية وتأبى أنها أصلا، لكن مشكلة اليوم المجتمع يعني 15 حرمة طلعوها تسوقين، قالت ايوه يسوق. طيب عندك يعني 17 مليون في السعودية، يعني طلعت لي 15 وتركت لي، يعني تاخذ راي 15 تترك ال 17 مليون، مو من الصحيح ولا لا؟ نعم. عشان كذا لما تقول انفتاحية طبعا لأن هناك أصلا
في ناس ما شاء الله تبارك الله قبائل معروفه، وفي ناس كذلك مو بقبائل. والله الخير موجود في كل ديره. واكرمكم عند الله اتقاكم. نعم صدقت. ننقل الميكروفون للحبيب ابو خشم ملكي ما شاء الله. بسم الله. هذه شهاده. انا بقول انا مره ذبيت على واحد ذبه، قلت انت ما شاء الله متين هو مثلي دب، فقلت انت لو تلبس احمر تطلع نعمان، مسكوه اخويا عليه الى الان، قالوا يا نعمان يا نعمان. فانا خاف يمسكون عليك ملكي. اجل انت تمشي في كل جلسه ما شاء الله لازم في واحد يطلع له. لا كنسل الشريط اجل ما عاد بقط طريق. الله يبارك فيك، يعني كل اللي اقدر اقوله عسى الله يبارك في جهودكم وينفع بكم ان شاء الله. وصراحه نشيد مثل هالبرامج اللي فيها فائده وفيها يعني نقل واقع للشباب، ويعني مداخلات مع الشباب في داخل حياتهم يعني ودماتهم. يعني عسى الله ينفع بكم. هذا هو الواقع، وفيه واقع آخر مؤلم يمكن أنتم اطلعتم عليه. اي نعم. نسأل الله يعني الله يبعدنا عنه وعن أخواننا جميعا. والله يبارك فيكم. هذه ما في شيء. والله ما خلوا شيء الشباب. والله ما خلوا شيء. اكيد النكت مليان نكت. لا تبي النكت عند الرجال، احنا زي ما قلت صراحه نعم. لا لكن الرجال الشباب يعني شروا الغسيل الليله، سالفه الزويليات وفرسان وخلوها بين. بالعكس احنا على قنوات. انا والله انا انبسط والله السالفه. يعني انتم بتتوقعون لما يجي سالفه مثل رحنا فرسان، هذه اشياء مهما راح فيك الايام رحت انقطعت عن مثل الشيخ لما راح في جده جلس مثلا 3 سنوات. هل جاء من اليوم من الايام نساكم؟ اكيد لو انه يجلس مع نفسه يبدا يفكر يسترجع الوقت اللي راح وياه، يتمنى يحن نفسه انه يرجع جلسه ثانيه حتى انهم يطلعون نفس الطلعه. لا هو يجي طلعات من هناك انت وعد في الموعد. والله احنا نبرمج طلعاتنا على جياته يوم كان في جده. احنا مجموعه يعني عسى الله ما يفرقنا ولا يجمعنا الا على طاعته. احنا يمكن نكمل من 6 سنوات الان اجتماعاتنا هذه او اكثر تقريبا. صح ننقص ونزيد لكن نزيد بالطاعه وننقص بالمعصيه. هذا ايمان اهل السنه والجماعه. نعم لكن متواصلين، سواء عاد طلع احد برا الرياض ولا رجع احنا متواصلين. الحمد لله الحمد لله. هذه الصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما اخبر المرء على دين خليله، وكما قال يعني دائما نحفظ مقوله كانت تقال قل لي من جليسك اقول لك من انت. اي نعم. فهذه المجالس انا انبسط لما اشوف اللي مثلكم شرواكم ما شاء الله تبارك الرحمن. اسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم. ناخذ طبعا كلمه اخيره من الشيخ. طبعا الشيخ ما نقدر نقول عطنا موقف، لا نبي من الشيخ. لا والله هو المواقف. لا ما نبي منه موقف، احنا نبي من الشيخ. صرت اخر واحد لا نبي الشيخ نبي يعطينا وصيه سمي الشيخ. الشيخ انا اعلمكم المواقف اللي نبيها منه ولا علمناها الحين. هالشيء. الشيخ توه مخلص دراسه من برا جاي راجع. ما شاء الله. انت درست برا يا شيخ؟ نعم ونبي منه مواقف. والله احنا لما ما شاء الله يعني انت ما شاء الله على استقامه وطلعت برا درست خلصت طبعا اللي يعني هو ما كان فيه انحراف ماجستير كذا يمين. اي خلص ما تخصص ايش؟ اداره مشاريع. ما شاء الله. خلاص بكره بصير ستيج كذا. مشكله. طيب اداره مشاريع اخذتها كم وين في اي دوله؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. انا درست في بريطانيا تقريبا 1 و8 شهور، و اخذت اداره مشاريع في جنوب بريطانيا. مدة دراسة الماجستير تقريبا حوالي 12 شهر. خلصتها والحمد لله تقريبا اللي جاي شهر، جاي لي 3 شهور بس ما طلعت النتيجة إلا قبل شهر تقريبا. والحمد لله اجتزت مرحلة الماجستير، وإن شاء الله عندي نية تكمل الدكتوراه. ما شاء الله. بس أتوقع أني بكملها هنا ما عاد براحة. أنا جلست تقريبا 2 هناك أو 9 شهور في البلد، وكانت تجربة بالنسبة لي جدا ناجحة. يعني تجربة البعثة والغربة يعني عرفتني أشياء كثيرة. أول حاجة الاعتماد على النفس، اختبار حقيقي للشخص هل يثبت على مواقفه ولا لا. في ناس يروح له مبدأ، فإذا راح برا مثلا تنازع عن بعض المبادئ، أشياء كثيرة يعني سواء في العلاقات مع الناس، سواء علاقة الرجل مع المرأة هناك. يعني بعض الناس هنا مثلا متحفظ مثلا أن يسلم أو يصافح المرأة الأجنبية بحكم أنها لا تجوز.
بس إذا راح هناك ما يتحرج. المشكلة هي بحلال وحرام. أنت مشكلة أن الرجل تنازع مبادئه. نعم مبادئ كان هو عليها. هذه مشكلة. يعني قضية احنا ما نتكلم عن الحلال والحرام، هي طبعا ما فيها شك يعني انها حرام، لكن تنازل عن مبادئ انه يصافح المرأة الأجنبية، وحتى صار في يقبل المرأة لأن هم عندهم هناك الرجل ما يصافح الرجل. هناك الجنس مختلف، يعني الرجل يصافح المرأة لازم يعني يقبل. فصارت عندهم ما عندهم إشكالية يعني هناك، فتنازلوا حتى مسألة الحجاب ما الحجاب، حتى مسألة أعياد الميلاد. احنا الزملاء للأسف يعني ينشر أو يعطي كروت دعوة للزملاء الثانيين السعوديين مناسبة حفلة ميلاد بنته. هو سعودي مثلا؟ كنا من أبناء يعني من الرياض حتى يعني من السعودية طبعا. فتأثروا في الثقافة هناك الغربية يعني. لكنها صراحة يعني أنا تعرفت يعني على ناس حتى هناك يعني جمعتني بأطياف وأشكال مختلفة كثيرة في المجتمع، سواء الطبيب، العسكري، من شمال المملكة، من جنوب المملكة، الفقير، الغني، يعني صراحة من جميع الشرائح المجتمع تعرفنا فيها. فكانت تجربة ناجحة جدا سبحان الله بالنسبة لي. عشان كذا كنت ناوي أكمل دكتوراه، بس تكمل دكتوراه فيها. أنت رحت وأنت على استقامة، ولما جيت هناك يعني أنا دائما أسمع أن مثلا ملتزم ما يقول ما بيروح هناك أخاف، فأنت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني الحين لما رحت هل هي غيرت فيك ولا زادتك ثباتا؟ والله تعرف الواحد هناك إذا المؤمن قوي بإخوانه، المشكلة الواحد أحيانا يصل مرحلة يفتر، مرحلة فتور، يجي مرحلة الفتور. لكن نعم. سبحان الله الواحد يستعين بإخوانه، فالحمد لله هناك فيه يعني في شباب ملتزمين. ما أنا أتكلم عن تجربتي في بريطانيا حقيقة. بريطانيا يعني فيها الشباب الخير كثير جدا جدا جدا. أنا برضه ما ودنا نختصر يعني الموضوع والحلقة تكون كاملة على الجلسة ذي، ودنا نزور جلسات ثانية. سعدنا بجلسة معكم واستانسنا احنا وياكم. فرصة سعيدة. ونشهد الله سبحانه وتعالى والله انه يعني ما تدرون شلون انشرح صدري لما شفت امثالكم ما شاء الله مهندسين، وما شاء الله الشيخ برضه إدارة أعمال، ماجستير إدارة أعمال ماجستير ما شاء الله في بريطانيا، مشاريع وما شاء الله مشايخ. فأنبسط أنا أقول أنتم مشايخ دائما، لكن مثل أمثالكم أقول لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدها التي يبطش بها، ورجلها التي يمشي بها، ولا يستعاذ يعذن ولا يستجار يجر. أختم جلسة الشباب وننتقل إلى جلسة أخرى، ونقول للمشاهدين هيا معا. السلام عليكم.